نعطيها وحده مع صوص الزبادي. اللقمة المثالية. إذا مسوي دايت ومشتهي مندي فهذه طريقة تجهيز وجبات المندي، قليلة بالدهون وعالية بالبروتين. أول شيء عندي هنا صدور دجاج مقطعة مكعبات، بنزل عليها تتبيلة، بكتب لكم مقاديرها تحت، وبنخش عليها باليد وبنخلطها زين، وبنتركها تتبل في الثلاجة من نص ساعة إلى 12 ساعة. وفي قدر كبير بنحط شوي زيت، وبننزل بصل مفروم، وبننزل فوقه ثوم مهروس، بننزل بهارات المندي عليه، وبنحمسها شوي لحد ما تطلع ريحتها. بعد كذا بنزل الرز المغسول والمنقوع، بحط عليه رشة ملح. بعد كذا بننزل المويه فوقه، واول ما يبدا يغلي زي كذا بنقلل على الحرارة لأقل شيء وبنغطيه. وعلى طاوة مانع على الالتصاق بننزل الدجاج، وبنطبخ الدجاج في الطاوة لحد ما يتغير لونه ويستوي تماما. بعد ما استوى الرز بننزل عليه شوي زعفران وكركم، وبننزل جمر في الوسط، وبنحط عليه شوي زيت عشان يدخن، وبنكتمه وبنغطيه بمنشفة. بنطلع البهارات الصحيحة، خلاص ما عاد نحتاجها. نبدأ نعبي الحافظات برز المندي، بنوزع الدجاج بالتساوي في كل صحن، وبقدم مع كل واحد صوص الزبادي، وبزين ببصل أخضر، ونقول بسم الله. أبغاك تشارك المقطع ذا مع أحد يحب المندي، ولا تنسى تتابع حسابي.